أهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم الخبز الفينو بأسهل طريقة، بطريقة اقتصادية خالص. أي حد يقدر يعملها في البيت، مكونات سهلة وموجودة عندنا كلنا. ينفع بقى للمدارس، لأي سندوتشات، هش كده وطعمه لذيذ جدا. هنستخدم معلقتين خميرة، معلقتين سكر، كوباية مية دافية، ونقلب. ده عشان نختبر الخميرة. خلاص حفظنا الموضوع ده، كل الفيديوهات اللي فيها خبز بنعمل الحركة دي. وبنغطيها ونسيبها 10 دقايق لحد ما الخميرة تبدأ تتفاعل. شايفين الخميرة كده، معناها انها شغالة. هننزل بقى بدقيق، 9 كوبايات دقيق. انا مستخدمة دقيق متعدد الاستعمالات. هننزل بيه دفعة واحدة، مفيش اي مشكلة. العيش بتاعنا ده بيطلع حكاية وطعمه لذيذ جدا. هنضيف معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الملح، وهنقلب كل ده مع بعض. تلت كوباية من الزيت، كوبايتين ونص من اللبن الدافي. هننزل بيهم تدريجيا طبعا حسب حاجة العجين. احنا عارفين ان كل نوع دقيق بيحتاج سوائل مختلف عن النوع التاني. وهنعجن بالايد، لو عندنا عجان ممكن نستخدم العجان. شايفين بنزل بكمية اللبن اللي انا قلت لكم عليها تدريجيا واعجن. اخد معايا كوبايتين لبن ونص. اللبن هنا يعني حليب، مش لبن رايب. ونكمل عجن لحد ما العجينة نحس ان هي اتلمت معانا. هنحط معلقتين من الزيت كده عشان نلم بيهم العجينة وتنعم معانا. نحط على ايدينا كمان. العجينة اتلمت اهيت. هنغطيها ونسيبها لحد ما تتخمر. طبعا كل واحد حسب حرارة الجو اللي عنده. هنغطيها ببلاستيك الاول بعدين فوطة. هنسيبها حوالي 10 دقايق ونبص عليها كده. شايفين اتخمرت ازاي؟ انا مش عاوزاها تخمير كامل، انا هبدأ اشتغل فيها وهي متخمرة نص تخمير كده عشان ما تخمرش معانا زيادة واحنا شغالين. هنقطع بقى ايه العجينة كده على شكل كورة حسب الحجم اللي احنا عاوزينه. ده الشكل اللي انا عاوزاه. هنرش رشة دقيق ونبدأ بقى ايه التشكيل. هو اهم حاجة فيها. هنفرد الكورة بتاعتنا كده بايدينا الاول وبعدين بالنشابة. شايفين الفرد مهم جدا. طريقة التشكيل هي اهم حاجة اللي بتخلي العيش يبقى هش. شايفين بلف كده واضغط والف كده لحد الاخر معانا. واقفل بقى الجوانب كويس جدا، اهم حاجة اقفلها عشان ما تفتحش مننا. شايفين بقفل الحتة دي كمان. هنشيل اي دقيق ونلفه كده لفة لحد ما حجمه يوصل للحجم اللي احنا عاوزينه اللي هو ده. هنعمل واحد كمان نفس الطريقة. هنفرد بايدينا الاول، رشة دقيق خفيفة، نحاول ما نزودش الدقيق عشان العيش ما ينشفش مننا. ونبدأ نفرد بالنشابة، ما بياخدش وقت. هنلف كده ونضغط، نلف ونضغط او نلفها دايرة كاملة. الاسهل ليكم تعملوه، تهيألي دايرة كاملة بتبقى اسهل. ونقفل كويس ونلف كده بالشكل ده. اللي ما شافش يشوف معانا
الطريقة من زاوية تانية. انا قربت لكم الزاوية اهي عشان تشوفوا ازاي بنلفه، عشان دي اهم حاجة في العيش الفينو. هنفرده بنفس الطريقة بالنشابة برضو، واول جزء كده نضغط عليه نقفله كويس، وبعدين نلف ونقفل كده. دي طريقة نلف ونقفل كده، او نعمل الطريقة اللي فاتت اللي قلت لحضراتكم عليها، نلفه لفة كاملة كده. الاسهل ليكوا تعملوا الطريقتين زي بعض، طلعوا نفس النتيجة. ده انا عاوزاه عيش هيطلع شكله مختلف شوية، هبططه كده. ده هنعمله شكل مختلف مبططينه كده، هيطلع شكله حلو قوي برضو. يعني هنعمل زي شكلين كده. هنفرد، شايفين بضغط عليه كده واضغط واقفل الطريقة دي. اهم حاجة التقفيلة في الاخر. وهنبططه كده، نحاول نسويه على قد ما نقدر. ده شكله. طبعا بنحطه الاول في الصاج، والصاج يكون تحتيه ورق زبدة، وبنغطيه ونسيبه يتخمر زي ما قلت لحضراتكم التخمير النهائي. وبعدين بفرشة كده ندهن الوش بتاعه بلبن. شايفين ده المبطط اللي قلت لحضراتكم عليه، وفي الطويل. كل واحد بقى حسب الشكل اللي يحبه واللي يريحه في السندوتشات بتاعته. هندهله كله باللبن. لو حابين بقى تنكهوه بأي أعشاب زي ما انتوا عاوزين. شايفين شكله في الفرن نفش ازاي وحلو ما شاء الله، ناجح. هتحبوه جدا. شايفين شكله تحفة قبل ما يستوي حتى. مش عاوزة اقول لكم طريقته سهلة قد ايه. شايفين لما استوى كأنه بنصوره في المخبز. ما شاء الله شكله حلو جدا، وهتلاقوه هش والولاد هيحبوه جدا. شايفين تحفة ما شاء الله لما طلع من الفرن. طبعا احنا عاملين انواع كتير من العيش في القناة بتاعتنا. اللي حابب يبص على الفيديوهات ويختار النوع اللي يناسبه. في انواع عيش كتير، في خبز الفينو، في الباجيت بكل انواعه، في تراديشنال، في الكانتري بريد، في كل الانواع. العيش الفينو بتاعنا النهارده تحفة، هش جدا. نحشيه بقى اي حاجة، جبنة لانشون، روست، اي نوع، جبنة رومي، جبنة تشيدر، اي نوع. هوريكم شكل، شايفين تحفة ازاي ما شاء الله. وهش قد ايه، هش وجميل وريحته حلوة جدا. شايفين ما شاء الله عليه. ان شاء الله تعملوه ويطلع ناجح معاكم. بصوا عليه بقى من جوه تحفة. مش عاوزة اقول لكم قد ايه هو تحفة، جميل جميل جميل. يتاكل حتى حاف كده والله. اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.